صهاينة أفريقيا عملوا إيه؟ وهم أثيوبيا. أثيوبيا طلّعت بيان من وزارة الخارجية الأثيوبية أقل ما يُقال عنه إنه بيان وضيع، بيتهموا مسؤولين مصر إن هم بيتأثّروا بالحقبة الاستعمارية، وإن هم بيزعزعوا الاستقرار في القرن الأفريقي، بياخدوا دول بيستقطبوهم ويشغّلوهم لحسابهم، والدول دي ضعيفة ومقسّمة. طبعًا هنا بيقولوا على الصومال وإريتريا وجيبوتي. اللي حصل ده حصل ليه؟ اللي حصل ده عشان بكل بساطة اللي هو قاله، إن أنت عمّال تحاصره من كل الدول اللي حواليه عشان يكسب قاعدة بحرية على البحر الأحمر في مضيق باب المندب، ويبقى في كارت ضغط في إيده على مصر، أو وقت ما يطلب منه الصهاينة اللي بيدّوا له الأوامر يطلّع ورقة الضغط ديّة يعملها. وطبعًا موضوع نهر النيل اللي هو كل شوية يتكلم عنه وقال إحنا مش هنتفاوض خلاص وإحنا ما بنقبلش تهديدات من مصر. وإن أثيوبيا دي دولة طول عمرها كانت بتدعم النضال ضد الاستعمار. طبعًا ده كلام كله في الهوا، وموضوع نهر النيل هو ما قدرش لغاية النهارده إن هو يأذي مصر بيه. الحمد لله ولله الحمد، وده فضل من ربنا إن وفّق الرئيس السيسي ووفّق مصر إن هم يعملوا موضوع مفيد توشكا، ولغاية النهارده مصر ما نقصلهاش متر مكعب مَيّة واحد، وبإذن الله مصر مش هتتضر، طول ما ربنا حامينا وحافظ البلد دي، وناس بتشتغل من قلبها فعلًا لمصلحة البلد دي، إن شاء الله مصر عمرها ما هتتضر. فكده إحنا عرفنا الصهاينة الإسرائيليين بيعملوا إيه، والصهاينة الأفارقة بيعملوا إيه، والكلام ده حصل في تقريبًا في نفس الساعات، في نفس اليوم وفي نفس الساعة. ده بيقول لك أنا هافتح معبر رفح من اتجاه واحد، وده بيقول لك إحنا مش هنتفاوض تاني وموضوع التفاوض خلص، والمصريين دول ناس وحشة وناس بيتجبروا وبيفتروا وكل الكلام ده. يا رب احفظ مصر واحفظ جيش مصر.